في مواقف كتير في حياتنا بنبقى محتاجين حد يسمعنا مش يصلحنا، حد يفهم التعقيد مش يتجاهله. عشان كده رمضان ده بدل الحلقات العادية قررت أعمل حاجة مختلفة. كل يوم هنسأل سؤال واحد: لو كنت مكانك كنت هعمل ايه؟ من غير مثالية ومن غير قسوة ومن غير ما ننسى إن الظروف مش متشابهة. أنا ريهام وده بودكاست فلوس الست. أهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وازاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. كل الأسماء والتفاصيل في الحلقات دي تم تغييرها بالكامل حفاظاً على الخصوصية، والمواقف المطروحة بتمثل تجارب شائعة لأسئلة متكررة وصلت لنا، مش أشخاص بعينهم. مي عندها 28 سنة، بتحب أهلها جداً وقريبة منهم. مي بتشتغل بس دايماً في رأي وتدخل ومحاسبة على مصاريفها. المشكلة مش في التدخل، المشكلة إن الفلوس بقت أداة للسيطرة. لو كنت مكان مي، أول حاجة هعملها إني أفرق بين الاحترام والطاعة. الاحترام مش معناه إني أشرح كل قرار. تاني حاجة كنت هبدأ بحدود صغيرة جدا، مش مواجهة شاملة. تالت حاجة هاخد قرار صغير إني أقبل الشعور بالذنب مؤقتا من غير ما أتراجع عن الحدود اللي أنا حطيتها. ده اختياري لو كنت مكانك، مش الحقيقة المطلقة ولا القرار الصح الوحيد. انتي أدرى بظروفك، بس الحدود مش بعد، الحدود مساحة خاصة. قبل ما نمشي حابين نأكد إن المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية. كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجائي لمستشار مالي معتمد.